كلنا عارفين إن السياحة أنواع، وإحنا اخترنا لكم نوع من أجمل وأمتع أنواعها عشان نعرفكم بيه، وهو سياحة المغامرات. والمغامرة بشكل عام هي إنك تعمل حاجة جديدة ومش عادية بعيدة عن الروتين، بهدف إنك تحصل على الترفيه أو تحقق السعادة أو تضيف اللذة لحياتك. وكمان هي وسيلة لتحقيق الترفيه والتعلم في نفس الوقت. عشان كده نقدر نقول إن سياحة المغامرات هي رحلتك لتحقيق سعادتك من خلال أنشطة غير مألوفة تكون بتشمل 2 على الأقل من مجموعة عناصر، وهي إنك تعمل نشاط بدني، أو إنك تتواجد في بيئة طبيعية، أو إنك تحقق الانغماس في ثقافات تانية. وفي حالة إنك حققت ال3 عناصر، فهنا نقدر نقول إنك مارست تجربة سياحية متكاملة مفعمة بالمغامرة. ناس كتير فاكرة إن كل المغامرات بتكون خطيرة، وده مش حقيقي، لأن سياحة المغامرات في منها أنواع كتيرة جدا متباينة في درجة خطورتها، سواء كانت منعدمة أو متوسطة الخطورة أو خطيرة جدا. يعني في أنشطة مش خطيرة نقدر نقول إنها من أنواع سياحة المغامرات. وكمان الأنشطة الخطيرة بيكون لها إجراءات أمان معينة، وبيتم تنفيذها تحت إشراف متخصصين عشان تضمن حمايتك وسلامتك خلال استمتاعك بالنشاط. وهنعرف أكتر عن أنواع سياحة المغامرات ودرجة خطورتها في الفيديو الجاي. ريسكو، متعتك في اكتشاف مغامرتك.